ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بصوا بقى بتاع النهارده هيعجبكم جدا وهتتشجعوا منه. لو اول مره بتشوفوا قناتي وعجبتك قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. بصوا الفيديو بتاع النهارده يعتبر تكمله للفيديو اللي فات اللي كنا غاسلين فيه المشايه بتاعت الطرقه. هسيب لكم طبعا لينك الفيديو اللي فات في صندوق الوصف. المهم بقى انا كنت فرشه المشايه اللي هي النبيتي دي بتاعت المطبخ، كنت فرشاها مكان المشايه اللي انا غسلتها، هما نفس الطول. تمام. محمد اللي كان واقف معايا هنا. المهم بقى كنست كده الاوض كلها. طبعا اخر الاسبوع بحب ان انا اكنس الشقه كلها من يوم الاربع او الخميس، بحيث ان يوم الجمعه يجي تكون الشقه كلها نظيفه وما فيهاش اي حاجه، بحيث بقى لو احنا هنخرج هنسافر هنعمل اي حاجه تبقى الشقه كلها رايقه. فرشت بقى دي السجاده المغسوله. فرشتها في الجزء اللي هو التاني من الطرقه، اللي هو الجزء بقى اللي بيدخل على اوض النوم واوض الاطفال. والجزء الاولاني فرشت فيه المشال اللي هي عايزه تتغسل، هبقى اغسلها بس ايه في وقت تاني. هاجي بقى كده عايزه المع قدام باب الشقه. انا قلت لكم قبل كده برضو في الفيديو اللي فات على المعطر اللي هو في الازازه بجد ريحته قويه جدا. انا خدت نص غطايه، هي غطايه عامله شكل ازايز الدواء كده. شايفين الغطايه قد ايه؟ انا خدت نص الغطايه على حوالي 2 لتر كده من الميه، وخدتهم بقى كده وهخرج المع قدام باب الشقه. بجد ريحته فظيعه جدا. ابتديت اول حاجه كده شلت بقى الشوزات اللي كانت موجوده، وابتديت ان انا اكنس الطرقه اللي موجوده قدام باب الشقه. هي العماره على 3 شقق، انا طبعا الشقه اللي هي في اخر الطرقه خالص، فاللي بيتمسح الجزء اللي قدام باب الشقه بس، السلم يعني بعيد عني. المهم في حد اصلا بيجي يعمل السلم بس هي ما جاتش الاسبوع دوت، وانا لقيت قدام باب الشقه بقى متبهدل بالشكل ده. فطبعا قمت انا كنست ولمعت كده قدام باب الشقه. لو قدام باب شقتك متبهدل ومش نظيف دوت اصلا هيوسخلك الشقه بتاعتك وهيخليها تتبهدل بسرعه. فانتي لو مفيش حد بيعمل السلم، على طول الجزء اللي قدام شقتك دوت حاولي على طول ان هو يبقى نظيف ومتلمع ومفيهوش اي اتربه، خصوصا لو معاكي اطفال بقى هيدوسوا برجليهم ويدخلوا على الشقه على طول فيبهدلولك الشقه. ابتديت ان انا لمع كده، لمعت الاول الجزء اللي هو في مدخل الشقه وخدت كده من جوه على بره ولمعت الطرقه بالشكل ده. بصوا بقى انا بجهز لكم اصلا لفيديو هيعجبكم جدا. الفيديو عبارة عن ازاي نهتم بالسلم بتاعنا وبالطرقة اللي قدام باب الشقة. لو انتوا البيت بتاعكم على كذا شقة زي شقتي كده، محضره لكم افكار هتعجبكم جدا، ديكورات للسلم وللطرقة اللي قدام باب الشقة. الفيديو هيعجبكم، انا بس بجهزه وبصوره واول ما يخلص هينزل على طول. المهم بقى بعد ما خلصت دخلت كده على المطبخ. زي ما انتم شايفين الرخامة عايزة تتنضف، بقالها كتير بقى ما اتدعكتش دعكة حلوة كده. بلمعها طبعا كده ايه يوميا، بس عايزة تتداك بقى وكل حاجة تتشال من عليها، وفي حاجات طبعا ملهاش لازمة وفي حاجات عايزة تترص. فزي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا افضي اي حاجة موجودة على الرخامة. وبعتذر لو الاضاءة في المقطع مش متظبطة، انا بحاول ان انا اظبط موضوع الاضاءة في اقرب وقت زي ما قلت لكم. ان جوزي جايب لي التليفون من بره، فمسألة وقت بس على ما التليفون ما يوصل وهتلاقوا التصوير رجع زي الاول واحسن كمان. المهم استخدمت ايه في تلميع الرخامة؟ استخدمت بريل اللي هو السائل بتاع الصابون العادي خالص، ما استخدمتش اي حاجة تانية. وبالفرشة اللي هي بتاعة الحوض ابتديت ان انا ادعك الرخامة. ومعايا المساحة بتاعت الازاز، طبعا بتساعدك ان انتي يعني مثلا لو فرشة السجادة بتاعت المطبخ ومش عايزة مية تقع وتبهدلي الدنيا، المساحة بتساعدك في كده، ان انت لما تلاقي المية هتقع تقومي بالمساحة على طول لما المية لجوه، وبفوطة بقى او بأي حاجة بتقومي لما المية دي. ممكن كمان تلميهم في الجاروف. ده لو انت بقى مش لما السجاد بتاع المطبخ وعادي بقى مش عايزة المية تنزل والكلام ده. بصوا المساحة اصلا تحفة، بتلم المية كويس جدا. وبعد كده بقى بفوطة مبلولة وتبتدي تلمعي الرخامة بتاعتك مرة او 2 على حسب بقى ما تلاقي الرخامة نطفت معاكي. دي اسهل طريقة طبعا لتصبين الرخامة من غير بقى ما توقعي مية ولا تعملي اي حاجة ولا تبهدلي الدنيا. بس انا طبعا كنت شايلة اصلا السجادة بتاعت المطبخ لانها كانت مفروشة في الطرقة، وكنت فرشة السجادة القديمة اللي هي الصغيرة. فالمهم انا كنت بمسح المطبخ كله. ابتديت برضو ان انا لمع الديكورات اللي انا حطاها على الحيطه بتاعه المطبخ.
بصوا بقى، في بنات كتير برضو بتسألني ازاي يعملوا ديكورات للمطبخ وللرخامة بتاعة المطبخ او الرخامة برضو بتاعة الحوض. بصوا، اول حاجة انا ما ابتديتش بالديكورات ديت كلها مرة واحدة. اللي متابعني بقى من زمان عارفين في حاجات اساسية بتبقى معاكي على الرخامة، وفي حاجات يفضل ان هي تتشال. زي مثلا العلب اللي بتترص دي، العلب دي شكلها حلو جدا وبتدي شكل حلو للرخامة. طبعا لو عندك منهم هتبتدي تطلعي وترصي على الرخامة. تبتدي تشوفي برضو ايه اطقم التوزيع المناسبة ان هي تتحط على الرخامة ده لو عندك رخامة واحدة. انما لو عندك مطبخ كبير بقى وكذا رخامة، طبعا هتوزعي الحاجات. تبتدي برضو تطلعي الصواني بتاعتك لو عندك صواني خشب بمختلف اشكالها بقى، دي طبعا بتدي شكل حلو جدا. ما تعينهمش طبعا في المطبخ، طلعيهم على الرخامة. دي كلها ديكورات، بس ايه محتاجة ان انت تنظميهم وترصيهم بشكل معين، مع كام قطعة ديكور كده تشتريهم برضو. مع كام قطعة زرع. الزرع برضو بيدي شكل حلو جدا. هتلاقي ان المطبخ بتاعك بقى شكله حلو وبقى فيه ديكورات كتيرة. وطبعا انت تقدري ان انت تاخدي افكار من الفيديو. الصينية هنا اتزحلقت عشان المطبخ كان لسه مبلول، وانا زقتها بالصينية الخشب التانية. المهم رصيت بقى ورجعت كده كل حاجة مكانها. العلبة بتاعت المناديل دي مش علبة مناديل اصلا، ده طقم التوزيع السيليكون، بس انا شلته وخدته طقم للمناديل. تعالوا نشوف بقى في مشتريات جديدة جايباها، تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجة معايا طقم علب تلاجة. شكله حلو جدا، شكله كيوت قوي، على شكل قطة. المقاسات بتاعته حلوة جدا، ممكن تستخدموه بقى للجبن للانشون لاي حاجة بتتحط في التلاجة. وكان سعره مش غالي خالص، كان ب25 جنيه. بصوا انا اي حاجه فيها علب تلاجة كده بحب جدا اللطقم دي. وكان في اشكال كتير حلوه قوي، بس انا حبيت الشكل ده. ومعايا برضو العلب ديت، العلب المقاس دوت كانت ب17 ونص. هتلاقوا في مقاس تاني برضو انا جايباه كان ب15. الفرق ما بينهم بسيط، بس طبعا الحجم دوت ليه حاجات بتتحط فيه، والحجم التاني برضو ليه حاجات. المهم هتشوفوا في فيديو تنظيم المطبخ، هتشوفوا هنتكلم عنهم يعني بالتفاصيل. ومعايا برضو الطقم التاني ده، الطقم برضو تلاجة، كانوا 3 علب فوق بعض. كان ب55. ومعايا علبة الرش دي كانت ب10 جنيه، والبقلة دي كانت ب15. والشكل الديكور دوت كان ب25. انا جايباه عشان الرخامة التانية بقى بتاعة المطبخ. هنبتدي بقى نرجع نصور في المطبخ من تاني. وبس كده، دي المشتريات اللي كانت موجودة معانا. تعالوا برضو في بعض المنظفات موجودة معانا في الفيديو، هنحتاجها بقى في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي كله هيبقى في المطبخ والحمام برضو. المناديل بتاعت التويليت، وكمان البليدج بتاع الخشب، وكمان المعطر دوت بتاع التويليت بيخلي ريحته جميلة، كانوا 3 عليهم عرض. ومعايا المنظف برضو بتاع التويليت، والمنظف بتاع التلاجة والميكرويف. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم.